تخيل معايا المشهد ده. اتنين صحاب قاعدين على القهوة، والأهلي والزمالك هيلعبوا بالليل. الأولاني أهلاوي صميم، بيقول الأهلي هيكسب مرتاح النهاردة، فرقتنا كاملة والمدرب عبقري. التاني زملكاوي برضه أصيل بيرد عليه: أنت بتحلم، الزمالك في فورمة تاريخية، والجون إدوارد اشتغل، والأهلي دفاعه شوارع، وهنكسب يا باشا 3-0 كمان. كل واحد فيهم عنده 100 دليل منطقي على كلامه. الأهلاوي فاكر بس الماتشات اللي الأهلي كسبها، والزملكاوي فاكر بس الماتشات اللي الزمالك أبدع فيها. كل واحد فيهم عامل بلوك لأي معلومة عكس اللي هو مؤمن بيها. الجدعنة والتعصب الكروي ده كلنا عارفينه، بس اللي ممكن ما نعرفوش إن الطريقة اللي صاحبك الأهلاوي أو الزملكاوي بيفكروا بيها هي بالظبط نفس طريقة تفكير جدتك وهي بتعمل طشة الملوخية. إيه ده؟ طب إزاي؟ أهو ده بقى الفخ اللي مخك بيوقعك فيه كل يوم وإنت مش واخد بالك. الانحياز التأكيدي confirmation bias ده اسم أشهر وأخطر بج موجود في سوفت وير الدماغ البشري. طب معناه إيه؟ معناه ببساطة إن مخك ده عامل زي المحامي اللي مش تمام. لما بيكون عندك فكرة أو معتقد معين، مخك مش بيدور على الحقيقة، لا هو بيدور على أي حاجة تأكد الفكرة اللي في دماغك وخلاص. أي معلومة تتفق مع رأيك مخك بيعمل لها هايلايت كده باللون الفسفوري وبيبروزها، وأي معلومة ضد رأيك بيعمل لها ديليت على طول، أو بيشكك فيها ويقول لك لا دي إشاعة، المصدر ده مش موثوق. مخك بيعمل كده لأنه كسول وعايز يوفر طاقة. الأسهل إني أصدق الحاجات اللي أنا أصلا مؤمن بيها بدل ما أتعب وأعيد تفكيري وأبني آراء جديدة. لو شايف إن ماركة عربيات معينة وحشة، عينك مش هتيجي غير على العربية اللي من الماركة دي وعطلانة على جنب الطريق، وهتتجاهل تماما آلاف العربيات التانية اللي من نفس الماركة وماشية برضه زي الفل. مؤمن بنظرية سياسية معينة، مش هتقرأ ولا هتسمع غير للمصادر اللي بتدعم نظريتك، وهتعتبر أي حد تاني بيقول كلام مختلف يا إما جاهل يا إما خاين وعميل. المشكلة إن الفخ ده بيخلينا عايشين في فقاعة، والفقاعة دي ليها ريحة مميزة، ريحة تقلية وملوخية. مفيش أكلة مصرية أصيلة قسمت الشعب نصين زي الملوخية. وإحنا مش بنتكلم على اللي بيحبوها أو مش بيحبوها، لا، إحنا بنتكلم على الحرب الأهلية المقدسة بين معسكرين كبار: معسكر الشهقة ومعسكر اللا شهقة. معسكر الشقة دول جماعة المؤمنين عندهم عقيدة راسخة ورثوها عن أمهاتهم وأجدادهم، يعني إن الملوخية من غير الشقة وقت نزول الطشة بتاعت التوم والكزبرة بتسقط ويبقى طعمها وحش. كل مرة بيعملوا فيها الملوخية وبيشهقوا بتطلع حلوة. مخهم بيقول لهم ساعتها شفت أهي الشقة دي هي السر. وده طبعا انحياز تأكيدي. هما بيربطوا النتيجة الحلوة بالشقة، بيعتبروها الدليل القاطع على صحة معتقدهم. نيجي بقى لمعسكر اللاشقة. دول بقى جماعة ملحدين المطبخ، بيشوفوا إن الشقة دي خرافة وهبل، وبيعملوا الملوخية من غير شقة ولا أي مؤثرات صوتية حتى، وبرضه بيطلع معاهم طبق ملوخية لوز اللوز. في كل مرة الملوخية بتطلع حلوة مخهم بيقول لهم شفت من غير شقة وزي الفل، يبقى ملهاش لازمة. أفاجئك أهو دول برضو عندهم انحياز تأكيدي. في الحقيقة يا صديقي طعم الملوخية ملوش علاقة بشقة ولا غير شقة. الملوخية الكويسة بتعتمد على جودتها نفسها، وعلى ضبطة الشوربة، وعلى حلاوة التقلية كمان. الشقة مجرد فولكلور جميل، لكن الطرفين رافضين يصدقوا كل ده. كل معسكر متمسك بالدليل اللي بيأكد وجهة نظره، وعامل نفسه مش شايف نجاح المعسكر التاني. كل واحد فيهم عايش في فقاعة الملوخية بتاعته، شايف إنها الحقيقة الكونية الوحيدة. الموضوع دلوقتي يبان كوميدي وإحنا بنتكلم عن الأكل، لكنه بيبقى مأساوي جدا لما نطبق نفس طريقة التفكير دي على حياتنا. خد عندك في العلاقات، بتتعرفي على شخص بتلاقي فيه 10 علامات حمراء ريد فلاكس كده قد الدهية، بس هو عمل حاجة واحدة حلوة معاكي، فمخك الانحيازي هيمسك في الحاجة الحلوة دي ويقولك شفتي اهو كويس اهو، انا بس اللي بتبلى عليه،
وهتتجاهلي كل الكوارث التانية. عندك في الشغل بتكره شغلك وحياتك فيها الجحيم، بس المرتب كويس، مخك هيفضل يقولك هو انت لاقي شغل؟ المرتب كويس، هتلاقي زيه فين يا عم؟ عشان يأكد لك قرارك بالبقاء في المعاناة دي بدل ما يحاول يدور على حلول حقيقية. نيجي بقى للمجتمع نفسه. الانحياز التأكيدي هو أبو الاستقطاب وأم الأخبار الكذابة. هو اللي بيخلينا نكره بعض لمجرد إننا مش بنقرأ من نفس المصدر أو مش بنتفرج على نفس القناة. كل واحد فينا بيبني حوالين نفسه مطبخ صغير، ومستحيل يدوق الملوخية بتاعة المطبخ اللي جنبه. الفخ ده جزء من تركيبتنا، صعب نتخلص منه 100%، بس مجرد الوعي بيه هو أول خطوة للعلاج. الحل إنك تتحول من طباخ متحيز لعالم ملوخية محايد. وعشان تعمل ده في كذا حاجة لازم تعملها. رقم 1، دوق الملوخية التانية. تعمد إنك تدور على آراء ومعلومات عكس اللي أنت مؤمن بيها، مش عشان تغير رأيك بالضرورة، بس عشان تفهم وجهة نظر الناس التانية جاية منين. اقرأ للكاتب اللي بتكرهه، واسمع للشخص اللي دايما بتختلف معاه. رقم 2، اسأل نفسك، هي الشقة دي بجد ليها لازمة ولا لأ؟ قبل ما تتمسك برأي اسأل نفسك، أنا مؤمن بده ليه؟ هل عشان أنا عندي أدلة قوية، ولا عشان ده اللي سمعته طول عمري وده رأيي أنا ورثته؟ 3، اعترف إن ممكن الطبقين يبقوا حلوين. الحقيقة إن المواضيع المعقدة نادرا ما بتكون أبيض أو أسود، شقة أو من غير شقة، غالبا بتكون منطقة رمادية في النص. فالمرة الجاية لما تلاقي نفسك متأكد من رأيك بنسبة 150% ومش قابل أي نقاش، افتكر حرب الملوخية الأهلية دي، وخد بالك يمكن مخك بيطبخ لك طبخة انحياز تأكيدي كده عشان يخليك مبسوط جوه فقاعتك المريحة. جرب تخرج بره المطبخ بتاعك، وممكن تكتشف إن ملوخية الجيران طعمها حلوة برضه. ويلا بسرعة هاتلك رغيفين وبالهنا وشفا على قلبك وعقلك.